دلوقتي بقى نتكلم على اللو كارب. تقدر تعتبر اللو كارب ده الابن الكبير للكيتو، بس الشده بتاعته احن شويه. الفكره الاساسيه بتاعته انك انت بتقلل الكارب لكن مش بتمنعها خالص. بتاكل بروتين كويس ودهون معتدله، وما تنساش خالص الخضار. دلوقتي بقى نيجي للمميزات والعيوب بتاعته. مميزاته ان هو مرن وكمان بيشبع، اسهل من الكيتو وبينفع مع مقاومه الانسولين. طب ايه هي عيوبه؟ انك انت لو قللت الكارب خالص اكيد هتتعب. محتاج بس انك انت تركز وتخطط بشكل مناسب. في وجهه نظر الشخصيه ان ده من انجح الانظمه الغذائيه على المدى الطويل. دلوقتي بقى هنتكلم عن واحد من احسن الانظمه اللي انا شخصيا بفضلها، وهو الفليكسبل دايت او الدايت المرن. انا بحب اسمي النظام ده كل اللي انت عايزه بس احسبه. الفكره الاساسيه بتاعته انك انت تحسب السعرات والبروتين بتاعك، وبعد كده بقى براحتك. في النظام ده تقدر تاكل كل انواع الاكل حتى الشوكولاته، بس لازم تكون داخله في سعراتك. المميزات بتاعته ان هو واقعي جدا، مناسب للناس اللي هي بتحب ان هي تنوع، وسهل كده نفسيا وتقدر تستمر عليه. عيوبه لو انت هتشوفها عيوب ان هو محتاج ميزان مطبخ، وانك انت بقى تقعد تحسب سعراتك كل شويه. اما بقى لو اختيارك للاكل مش مناسب، صحتك بشكل عام هتتاثر، رغم انك هتشوف ان وزنك بينزل. يعني مش معنى ان انا قلت لك الشوكولاته مسموحه فيه انك تخلي الدايت بتاعك كله شوكولاته. وجهه نظر النظام ده من اجمل الانظمه الغذائيه، لانه عملي ومرن، وبالتالي بيساعد الناس والعملاء بتوعنا ان هم يستمروا عليه. وبالتالي هتلاقي ان اغلب المدربين بيستخدموا النظام ده.